اخيرا خلصت امتحانات واخدت الاجازه يا حنوتة. الحمد لله على السلامة يا باشا، انت شرفت. الساعة بقت 7، ايه التأخير ده كله؟ مفيش يا بابا، خلصت الامتحان على الساعه 3 العصر، رحت رايح المستر، رجعت معاه الامتحان واديته فلوس الشهر وجيت على طول. هو في يا بابا يعني تسألني انا راجع متاخر ليه؟ مش المفروض انا اخدت الاجازه وما عنديش مذاكره تاني؟ عارف يا اخويا انك اتنيلت واخدت الاجازة. يا هلا بالاجازه. يا هلا بالزبالة، روح ارمي الزبالة وتعالى لي عشان عاوزك. هو من اولها كده؟ بس عادي سهل، الزباله مقدور عليها مش مشكله. حاضر. فاكر نفسه قال واخد الاجازة عشان يلعب ويرتاح فيها. غلبان الواد يوسف ده انا خليه يتمنى ايام الدراسة لما يجي لي بس. نزلت رميت الزباله اهو، تمام كده؟ طيب خش غير بقى هدومك يا حلو وبقى تعالى لي. حاضر. لما ارن على لسان صاحبي بقى عشان نخرج. الو، ايوه يا اسلام، جهز نفسك يلا بقى عشان ننزل النهارده الملعب، عندنا حجز ساعتين، بعد كده هنروح على البلاي ستيشن، بعد كده هنخرج بقى، يلا خلاص اخدنا الاجازه. ايه يا ابني الترخيب ده كله؟ لا انت لسه ما غيرتش، وبعدين إيه اللي انا سمعته بره ده؟ خروجات اللي انت عاوز تنزلها، هو انت قلت لي انك عاوز تنزل؟ يا بابا مش اجازه؟ اجازه وهخليك تنزل، بس مش لما تقضي طلباتنا الاول. ما انا رميت الزباله. زباله؟ انت فاكر نفسك يعني كده عملت حاجه كبيره؟ انا مش على الزباله، تعال ورايا وانا هقول لك هتعمل ايه. هي اجازه باينه من اولها. اسمع يا سيدي، هتروح تجيب لامك الطلبات اللي في الورقه دي، بعد كده تروح تعدي على جدك في البيت تاخده وتوديه للدكتور عشان معاد كشف النهارده، بعد ما يخلص مع الدكتور تروح مرجعه البيت زي ما كان، وتروح نازل الصيدليه تجيب له العلاج، بعد كده توديه له، بعد كده بقى ترجع لي انا يا معلم، هتغسل العربيه عشان خارج وعندي ميعاد مهم، بعد كده بقى بشوف بقى لو في اي حاجه تانية تعملها ولا اسيبك تخرج. نعم، كل ده ليه؟ طب طلبات البيت وعديتها، لكن اودي جدي للدكتور ليه؟ هو ابويا انا ولا ابوك انت؟ يا عاق يا قليل الادب، انت تسمع الكلام ولا مش خليك تخرج وانت عارف كلمتي؟ لا خلاص من غير ما تحلف، هودي له الدكتور وهجيب له العلاج، وهاكله رز بلبن وهحكي له قصه كمان قبل ما ينام. طب يلا انجز تعالى بسرعه. حاضر. يا اسطى النهارده الماده كانت صعبه جدا، امال انت عملت فيها ايه؟ حاولت على قد ما اقدر. ايه ده؟ مش دول عبده انس؟ عبده انس. ايه ده؟ مش ده يوسف اللي هناك ده؟ هو. طب تعالى نسلم عليه. يلا. ايه يا رجاله عاملين ايه؟ الحمد لله يا عم احنا بخير. ايوه يا عم، اخدت الاجازه بقى وبتخرج براحتك، يا بختك يا عم. اجازه ايه بس يا عم؟ ده انا من ساعه ما جيت من الامتحان وابويا قاعد مخليني اقضي في طلبات. هو ابوك ده دايما كده؟ يا عم سيبك منه تعال نلعب. نلعب؟ فكره والله. طب هنلعب ايه؟ خلاويص. لسه بس. اجيب البوليس؟ لسه. ما تنجز بقى يا عم، انت هو ايه كل ده؟ تعالى. واخيرا ما اروحوا فين بقى لما ندور عليهم؟ مسكتك. انس. عبدو. يا جدعان انتوا رحتوا فين بقى كده؟ لعبه بوقت على الاخر. انا همشي على فكره. من ساعه ما جيت هنا وانا بدات اتخيل شويه حاجات كده مش هينفع. ايه ده؟ مسكتك يا حلو. فاكر نفسك هتهرب مني؟ انت كنت بتضرب صح؟ قول لي في مكان عبده وهسيبك تكسب. كسبني؟ حاضر. تعال فين هو؟ هناك اهو. مسكتك يا حلو، خسرت. يا عم الغش ده هو اللي قال لك على مكان على فكره، يا عم هو انا ماشي يا عم. يا عم الاحول يا جدعان، الشغل اللي انتوا بتعملوه ده على فكره مش هينفع كده. انا مروح يا عم، انا ايه اللعبه اللي انتوا بتلعبوها دي؟ خلاص يا اسطى احنا كمان هنروح. ايه يا ابني انا اخرت؟ المهم وديت جدك للدكتور؟ جدي مين؟ وديته كل حاجه عنده زي الفل، صحته بومب بسم الله ما شاء الله عليه. يا نهار ازرق. الله اكبر في عينك، انت هتحسده ولا ايه؟ المهم ايه اللي مخلي هدومك مطربه كده بالشكل ده؟ مطريق كان مليان تراب يا بابا، هعمل ايه؟ ده انا اتبهدلت النهارده مع جدي. هدخل اغيرها. الو، ايوه يا دكتور.
ايه مفيش حد جاب ابويا يكشف؟ طيب شكرا مع السلامه يا دكتور. حاضر. قال لي اللي فيا بابا عيب كده ما يصحش تروح عليا وانا بلبس. انت وديت جدك للدكتور؟ لا يا بابا وديته يعني انا هضحك عليك يعني. الدكتور رن عليا وقال انك ما رحتلوش. لا ما انا رحت للدكتور تاني غيره يا بابا، حتى كده على روشته انا شيلها جوه في المطبخ اجيبها لك. جميل، طب هاتها. حاضر. يا نهار ازرق اجيبها له منين دي دلوقتي؟ مفيش اي روشته خالص في البيت. حلوه دي. هي يا بابا روشته لقيتها، صدقتني؟ ايه ده بجد؟ معلش يا يوسف يا ابني ظلمتك، ان بعض الظن اسم. لا عادي انا مسامحك. طيب خلاص يا سيدي ما تزعلش، روح يلا انزل العب مع اصحابك وتفسح براحتك. لا يمكن، لازم اجيب لي جدي الدواء الاول. هات الفلوس يا بابا. اصيل يا واد يا يوسف، خد امسك. ولا اقول لك وريني الروشته الاول مكتوب فيها ايه، لا يكون موجود فيها دواء غالي عشان اعمل حسابي. اتفضل يا بابا. وريني. ايه ده؟ ايه في ايه؟ برشام منع الحمل. ايه؟ جدي حامل؟ انت هتستظرف يا امك؟ بتضحك عليا وتقول لي وديته الدكتور تاني؟ يا بابا انا لقيت صحابي تحت بالصدفه فلعبت معاهم شويه وبعدين رحت العياده لقيت الدكتور قفل، انا مالي بقى؟ وتلعب ليه؟ اول واخر مره ابعتك مشوار وما تروحش، انت فاهم؟ حاضر يا بابا. المهم انا عاوز انزل. انت مش بتقول لي عبت؟ كفايه بقى عليك كده لحد النهارده، وبكره ان شاء الله بعد ما تخلص الحاجات اللي هطلبها منك برضو تبقى تخرج. نعم، وانا لسه هقضي حاجات تاني بكره؟ امال انت فاكر هتنزل تلعب وتسيب طلبات البيت؟ طب افرض خلصتها متاخر برضه زي النهارده، اعمل ايه انا بقى؟ ما تخرجش. ايه؟ انت وشرطك بقى، خلصها بدري وانزل براحتك. على فكره ده ظلم يا بابا، حرام كده. تصبح على خير يا بابا. The next day. انت يا يوسف، انت يا زفت، اصحى من النوم يلا بقى، الساعه بقت 8 الصبح. في يا بابا ده انا حتى في اجازه مش عارف انام برضه براحتي ولا ايه؟ ايه كلمه اجازه اللي كل ما اكلمك تقولها لي دي؟ انت مش حافظ غيرها؟ يا بابا ما انت طول السنه بتقول لي ذاكر وفي الاجازه بعمل اللي انت نفسك فيه واخرج براحتك ومش هكلمك، مش ده كلامك؟ كلامي، بس هل انت ذاكرت؟ يعني تقريبا. طب اسمع يا سيدي. في يوم 1/3/2023 الموافق يوم السبت الساعة 4 العصر جيت من الدرس وقلت لك ادخل ذاكر، اخدتني على قد عقلي وقلت لي ماشي. بعد كده دخلت تلعب ببجي وكان معاك في التيم صحابك الفشل الصيع اسلام واحمد ولؤي. طب ونزلنا فين في الخريطة؟ بوشنكي. طب انا قتلت كام واحد؟ قتلت كام واحد؟ انت مت اول واحد في الطيارة واللي قتلك كان بوت. عندك حق يا بابا، انا ما كنتش بذاكر. اكمل ولا ايه؟ لا خلاص. طب اتفضل قوم يلا عشان تفطر. حاضر. يلا بسم الله، ده رجعان قوي يا بابا. فين الفطار يا بابا؟ اخوكم فرح يجيبه ما تقلقش، هي ساعه واحده بس كده واجي على السريع. اقعد. ساعة؟ امال مصحيني بدري ليه يا بابا؟ كان زماني نمت انا الساعه دي. عاوز اكلمك في موضوع، اقعد. ماشي يا بابا. اتفضل يا بابا. بص يا يوسف يا ابني، انت بقيت راجل كبير ويعتمد عليك دلوقتي، فالمفروض ان انت لازم تنزل تشتغل. مش عيب عليك يا اخي لما تكون شحط كبير كده وتقول للناس العب في البلاي ستيشن واخرج اتفسح مع اصحابي؟ ده اخوك وفا حتى ما عملهاش، حس على دمك كده واختش. لا بلاش حوار الشغل ده بابا معايا عشان حافظه كويس، ده بتاع كل اجازة. انا هاخد راحتي في الاجازة ومش هنزل الشغل وهخرج وانزل براحتي، ده كان اتفاقنا. انت مش عاجبك كلامي؟ طب ايه رايك بقى عشان قله ادبك دي وعدم احترامك لكلام ابوك، انا كلمت لك عمك احمد الجزاماتي وهتنزل تشتغل معاه في المحل من النهارده. ايه؟ ليه يا بابا؟ وعم احمد الجزاماتي ده اروح اشتغل عنده ايه بقى؟ هتشم جزم. قصدي هتنضف جزم. لا يمكن يا بابا اروح اشتغل معاه، حرام عليك، دي الاجازة بتاعتي، انت ما عندكش عيال؟ قصدي يعني يا بابا ده انا ابنك مش عبد مشترين من سوق الجمعة. صدق صعبت عليا، عندك حق، دي اجازه فعلا. الحمد لله قلبه حن. خلاص هشوف لك شغلانه تانية، ايه رايك تنزل تشتغل مع عمك صالح المكواجي؟ شغلانه محترمه وهتتعلم صنعه. انا عاوز افهم بس ليه حضرتك مصر ان انا اشتغل في الاجازه؟ هو مش من حقي كطالب ان انا بدرس ان اول ما باخد الاجازه افرح بيها واعمل اللي انا عاوزه؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا رب، هو انت عيل صغير يعني عشان تلعب؟ يا بابا ايه علاقه ده بان انا صغير؟ ما انا بذاكر طول السنه وحق ان انا افرح. طب انا هسالك سؤال وترد عليا بكل صراحه. اتفضل اسال. بذمتك انت ابوك كان بيخليك تشتغل في الاجازه؟ ايه اللي جاب غير متوقعه دي؟ برخامه كده شكلها طلعت راسك في العين. بتقول حاجه؟ بقول الدنيا اتغيرت دلوقتي يا بابا. طيب خلاص مش هخليك تشتغل. ايوه كده، كمل جميلك بقى وخلينا نخرج. ماشي بس انزل قضي مصالح البيت الاول. لا بقى، ده انتوا الذوق مش نافع معاكم بقى.
انت بتعلي صوتك عليا يالا؟ لا ده انا بلغت بس يعني فيها صوتي خشن شويه يعني يا بابا، معقول اعلي صوت عليك اهو. بحث. بقول لك يا بابا انا خلاص انا رجعت في رايي، انا مش عاوز الاجازه، انا هذاكر السنه الجديده من دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. ومن امتى الاجتهاد ده يا روح النون؟ من النهارده يا بابا، اصل مفيش حل غير كده، دي المذاكره طلعت ارحم بكتير من اللي انت بتعمله معايا، انا داخل وانت اذاكر. طب ايه رايك بقى برضه هتقضي طلبات البيت؟ يا ابن الصرمه. اخويا بيرن. الو، ازيك يا حاج، ايه الاخبار؟ يوسف ابني؟ خلص الامتحانات. محتاجه بس كده من عينيا، هبعتهولك حالا دلوقتي. رايح فين؟ ايه داخل الحمام ولا مش ينفع ده كمان زي الاجازه؟ لا مش وقتك خالص، ما ينفعش. روح لعمك بسرعه، محتاجك ضروري عشان نقاش جه عنده في البيت ومفيش حد يقف معاه، لان الولاد الخمسه كلهم راحوا يصيفوا في الساحل. ساحل بمناسبه الاجازه، ومفيش حد يقف معاه في الدنيا دي كلها غيرك. طب يا بابا يعني نقاش وعمي، انا هفهم حاجه في النقاشه؟ مش مهم تكون بتفهم، اقف معاه وخلاص، ولا يقولك عليه اعمله. انت مصر برضه؟ طيب تمام قوي، محدش بقى يسعى لو الشقه باظت. انت يا بني ادم اللي ما عندكش ريحه الدم، بقول لك عمك محتاجك، روح له يلا وبعمل حمام هناك. انجز. ده كده كتير قوي بقى على فكره. حاضر هدخل اجيب الموبايل. يا رب الافتراء ده. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بس هو مفيش غير حل واحد، هننزل كده رايح عند عمي واخرج واروح البلاي ستيشن. انا هتصل بقى على العيال واقول لهم نتجمع في البلاي ستيشن. كنت عاوز بيتزتين، واحده ببروني واحده بالسجق، وما تنساش بقى الساقع واللازم منه. ماشي مع السلامه. ما يلا بقى يا يوسف يا ابني عشان ما تتاخرش على عمي. انا نازل اهو يا بابا. لما رن على اخويا اشوف الواد يوسف عامل ايه معاه. الو، ايوه يا حاج، ايه اخبار الواد يوسف ابني؟ شغال كويس مع النقاش ولا تعب ومطلع عينه؟ اكيد شغال معاه كويس، ده ابني وانا عارفه كويس بيسمع كلامي. ده ما جاش اصلا، هو ده اللي هتبعته لي يا حاج؟ ايه ما جاش؟ طيب اقفل انت دلوقتي يا حاج، مع السلامه. يا ابني ماشي يا استاذ يوسف، لما تجيلي هيكون راح فين ده؟ بصي يا جدع امشي يا جدع. ده بص خد كمل انت. عايش خش شوت. فراش. امال الجول فين؟ ياه كان يوم متعب شكلي، يا ريت كل يوم يبقى كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. رحت لعمك؟ طبعا رحت واشتغلت مع النقاش. ايوه وما خليتوش محتاج اي حاجه، حتى رن على عمي وساله لو مش مصدقك. لا مصدقك، عيب عليك. بس انا عايز اعرف حاجه، هو انت ازاي اشتغلت مع النقاش وهدومك مش متوسخه؟ دي انضف من الاول. قفشت تاني. لا يا بابا، ما انا كنت شغال من غير هدوم يا راجل. عمك قال انك ما رحتلوش. ما انا عمال بقول لك عاوز انزل وانت اللي مش راضي، وبصراحه كده بابا انا زهقت، وهقولها لاخر مره، انا هاخد الاجازه بتاعتي يعني هاخدها. اجازه ممتعه باذن الله، تصبح على خير. يلا. ايوه يا عم، خدت الاجازه بقى وخاربها ونازل تنزل. الارض العطشانه. ماليش بعدك.